السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت ما تنسوش نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، عشان الصراحة يعني مش بشوف يعني كتير، يعني انا بقدم محتوى طالع من القلب يعني. لو اللي هقوله ان شاء الله يعجبكم ما تنسوش تسيبوا تعليقاتكم تحت، لعل وعسى اكون اخطأت او نسيت شيء نصلحه مع بعض. معاكم رامي محمد وانتم في قناة زراعة التين الشوكي في مصر. بص بقى يا سيدي، انا هكلمك عن شوية حاجات كده لكل السادة الأفاضل والمغتربين، الناس المغتربين والأفاضل المقبلين على شراء أرض زراعية في أي مكان في مصر. وطبعا في وجهات نظر كتير مطروحة على الساحة وظهر ومناطق كويسة جدا للاستثمار، واحنا مش هنعيب في حد أو مش هنقول ده وحش أو ده حلو، احنا بس هنركز على بعض النقاط الهامة جدا. خد بالك، يعني هديك شوية حاجات معلومات تستفيد بيها عشان تكون مطمن لو مقبل على استثمار زراعي ناجح، عشان تشتغل صح، تمشي خطوة بخطوة، وانت لا بتأذي راس مال بيتك ولا مصاريف بيتك. انا خد منه النقط دي وامشي عليها. سؤالي واضح وصريح: هل الاستثمار في مجال الزراعة وبالتحديد شراء أرض صحراوية وبعد كده بتخوض مراحل الاستثمار، هل ده مجدي ماديا؟ انا مش هجاوبك، انا هجاوبك على شوية حاجات ترجع لك وانت واختيارك، وانت مع الناس الصح اللي هتتعامل معاهم والمكان الصح. الاجابة دي بترجع لقناعتك انت الشخصية وتجارب الاخرين. شفت، انا باكد لك على المعلومة دي، يعني الاجابة دي ترجع لقناعتك وتجارب الاخرين. ركز على تجارب الاخرين دي قوي واسأل، سواء بالنجاح او بالفشل. يعني انت قدامك ناس كتير جرب فيها، ما تجيش انت كمان تبقى تجربة. تمام؟ طب ايه الفشل يا عم رامي؟ انا هقول لك الفشل راجع لنقطة مهمة جدا وانا دايما بركز عليها، لازم العميل ياخد باله منها. الفشل تكون قدرتك المادية بسيطة مثلا، وتروح تشتري ارض صحراوية وتبدأ تكلف عليك كتير وما عادش قادر تكمل. دي مشكلة كبيرة جدا، ودي نسبة فشل في الارض الصحراوية انا بقول وصلت 50%. ليه يا عم رامي بتقول النسبة دي؟ اقول لك ليه. انا راجل لما اشتغلت في مجالي ده قابلت واحد نجح وواحد فاشل، يا بل قابلت اتنين فاشل وواحد ناجح. انا مش بخوفك، بس هو كان تجربة اتجرب فيه للأسف وناس ضلته. وده يراجع لإيه بقى؟ ده راجع حد غره واداله أرض، خد الأرض والماديات بسيطة وخلص كل اللي عليه، وهنا بدأ كل التكاليف تزيد عليه وبقى عليه دين كمان. يعني الأرض وما عادش في رأس ماله وفقد رأس ماله البسيط. في الآخر فشل. يعني من الآخر اشتري حسب مقدرتك. أنا بديك نصيحتي، اشتري حسب مقدرتك المادية. وده كان سبب كبير إن أفكر في مشروع المنيا. أنا فكرت في مشروع المنيا وأنا عندي مصالح شخصية خاصة بيا، يعني ما تزعلش مني، أنا هسيب شغل والدي هيعود عليا بالعائد ان انا حاسس ان انا كمان هستثمر هناك واشتغل هناك. تمام؟ وانا فكرت في المشروع والله العظيم قسما بالله، انا فكرت ليه لبيبان خير كتير ليا وللعميل ولصاحب الارض، كله هيرزق ومجموعه هتبقى كامله متكامله. وانا فكرته بالتقسيط كمان، يعني انا ما فكرتش نعمل عرض والكلام ده كله، انا عملت لك بالتقسيط نسهل لك الامور. يعني بدل ما يكون معاك 200,000 تيجي تدفعهم مره واحده، لا، ادفع منهم 100,000 وال100,000 التانيين لبيتك. شوف بيتك واولادك وتعليمك ودراسه اولادك وكل ده. ما تجيش تدفع محوش لي من الغربه مليون جنيه وتيجي تدفعهم في ارض وتقعد. لا يا سيدي، ده انت عندك مشاكل كتير هتواجهك.
ايه السبب؟ انا اختياري ان انت تدفع تقسيط لبير وشبكه وزراعه، يعني يكون العبء بسيط عليك جدا وعلى اسرتك وتقدر تمشي امورك. المشكله بقى اللي بتزعل الواحد ان تلاقي العميل يسمع بره ويلاقي اسعار فدان رخيصه قوي ويفرح قوي عشان معاه مثلا 100,000 يقدر يشتري بيهم مثلا 50 فدان ب 2000 جنيه. يلا ده عرض، فرح قوي بالعرض ده، وده عرض ده واحد لاقيهم ماشي اوكي. وبعد كده ايش عرفك ان المكان ده ميته كويسه؟ ايش عرفك ان المكان ده هيكون سهل الامور؟ ايش عرفك الامان هيكون كويس؟ ونرجع لنقطه الامان دي، من اهم النقاط هتلاقيها في حياتك. ايش عرفك ان الامان زي ما انت عايز؟ صدقني هتلاقي مشاكل كتير. لو انت اشتريت ال50 فدان دول بال100,000 اللي معاك، هم تحويشة العمر. تعالى يا سيدي، هتستصلح الارض ازاي وتعدلها ازاي وتسويها ازاي؟ ده البلدوزر ساعته وصلت 300 جنيه و400 جنيه. 400 جنيه طب بقول لك دخلت في 1000 جنيه. والله عشان انا بشتغل، ما عنديش انا بلدوزر فما بعرفش. في ناس بتقول وصلت 1000 جنيه الساعه بتاعته. هتعمل ارضك ازاي؟ هتركب طاقه ازاي؟ هتركب بير ازاي؟ هتعمل شبكه ازاي؟ هتزرع ازاي؟ هيكون عندك اداره مزرعه على اعلى مستوى ازاي بمصاريف وتكاليف وعماله. انا بكلمك من القلب، انا بديهولك كده كلام مرصوص ومن القلب ليك على طول. كل ده هتعمله ازاي؟ كل ده مش ببلاش. غير كمان ان كل ده مش هينجح حتى لو معاك ماديات وعملت ده، مش هينجح غير لطبيعة الارض والمكان والخدمات. تخيل. ف كل ده مهم جدا على فكرة. كل ده بأسباب ايه؟ اسمع وشاهد، لكن ما تسمعش وتحط الكلام في مخك. من بعض الناس، في ناس بتسمع فيديوهات على اليوتيوب وعلى غيره والكلام ده وتسهل لك الامور وبيع ارض وعرض وطلب. تهم شيء يكون عندك ارض، وبعد ما تكون عنده ارض. انا لما فكرت في مشروع المنيا، لما فكرت فيه، انا فكرت لك فيه، بقول لك حطيت اول حاجه قلت لك الحمد لله انا معاك، هدير لك المشروع. الحاج محمد ارضه معاك، الحاج ناصر ارضه معاك، الناس دي كلها معاك، الناس دي في قلب المشروع. يعني الناس دي كلها حاطه نفسها معاك في قلب المشروع، زرعه هي كمان وبتستصلح وشغاله جنبك. يعني ما باعلكش وقال لك خد معاه 1000 فدان باعهم وخد نفسه ومشى. لا، ده راجل معاك ومش بايع ليك لوحدك. ده راجل بيبيع بقاله 5 سنين بيبيع. انا راجل بيبيع بقاله 5 سنين، رحت هناك ما سمعتش عنه الا خير. ما سمعتش عنه الا خير. انا في ناس اساتذه بيع اراضي اقسم بالله سمعت عنها بلاوي. اساتذه بيع اراضي سمعت عنها بلاوي. في ناس قالت لو نطول نحكم عليهم بالاعدام هنحكم عليهم بالاعدام. لو انا قاضي قعدت مع شخصيه محترمه جدا، قال لك انا اشتريت وخدت، بس لو جابوا لي الشخص ده حطوا لي في محكمه وقالوا له احكم عليه بحكم، انا انفذ عليه حكم الاعدام بسبب اللي انا شفته نفسي انا شخصيا. مستني ايه؟ فانا بقول لك انا اخترت لك مجال بسيط، تين شوكي، تكاليفه بسيطه، طبيعه ارض تنجح التين بكل سهوله، طبيعه ارض تزرع، ناس بتزرع خضار. يعني ما تزعلش مني، مش اي حد يجذب بالخضار. احنا عارفين الخضار بيصرف قد ايه، كلنا عارفين الخضار بيصرف قد ايه. الخضار اللي بترش بعد الفجر والكلام ده كله ما فيهوش هزار. المكان زرع خضار وناجح من الدرجه الاولى. زرع خضار ونجح، اعرف هيعدي في اي زراعات. الجو بقى مناسب، كل حاجه بقت مناسبه، التربه بقت كويسه، الميه بقت كويسه، كل الامكانيات متوفره، العماله متوفره. الخضار بقى خلاص، العجل بقى رايح وجاي، عربيات، الخدمات، الامكانيات. انا اخترته لك. انا مش بديك حاجه، انا بديك معلومه خدها خطوه امشي عليها. ما تحضرنيش يا عم، روح اقعد واتفرج وشوف. مش هخسر اي حاجه، اقسم بالله انا ما فاضي حتى اروح. بس انا بقول بخدم، اقسم بالله ما فاضي اروح، بس بقول يا مش مشكله عادي. او حب الخير للناس او حب الخير لنفسك، كل الناس هتبقى في خير مع بعض. يا رب كل اللي انا بقدمه يعجب الناس. بس اهم حاجه
تأكد انا ضفت مشروع المنيا ده في ريح مجالي، خدمة للناس، هستفيد منه بس خدمة للناس. ومنها برضو لو اتلغى حتى مش مزعلني انا في حاجة، انا هزعل على الناس اللي ممكن تنضر في اماكن تانية بسبب قلة الخبرة وبسبب المصداقية معاها والكلام ده كله. والناس ما تعملش معاهم يرضي الله. فهي دي الفكرة، فحبيت اطلع لكم في الفيديو المنظر الجمالي ده، شكل يفرح يعني. فان شاء الله كل ما هو جديد عندي في القناة تلاقوه. يا رب بس الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو، ولو في اي تعليقات سيبوها، انا معاكم في اي حاجة يعني. حتى انا قلت برضو في الفيديو السابق احنا ان شاء الله ميعادنا الجمعة الجاية دي الزيارة، هسجل الناس معايا العملاء اللي بعتولي وسجلت بياناتهم، هنشوف العدد ونرتب مع بعض ان شاء الله نعمل زيارة للمكان. كل حاجة مطروحة وكل الأسئلة مطروحة وتحت أمركم في أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.